انا متاكده ان انتوا بعد الفيديو ده مش هتشتروا عيش من بره تاني، لان احنا هنعمله في البيت بطريقه سهله وبسيطه وبمنتهى النظافه، وهيطلع قدامنا بالجمال اللي احنا شايفينه مع بعض ده. بجد العيش خطير، طري وعامل كده زي القطنه، ومليان كده من جوه. وبصوا بقى عامل ازاي. بصوا يا جماعه العيش بتاعنا عامل ازاي، بجد حلو جدا. انا عايزه اقول لكم ان العيش بجد عامل زي القطن، في منتهى الجمال. بشويه ميه وشويه دقيق عملنا العيش الشامي في البيت بطريقه سهله وبسيطه. يلا بينا بقى نشوف عملناه ازاي. معلقه كبيره من الخميره، معلقه ونص كبار من السكر، كوبايه من الميه الدافيه. دوبتهم كده مع بعض كلهم وغطيتهم بقى وسبتهم كده حوالي 5 دقايق مع بعض. بعد كده هبدأ بقى أضيف عليهم الدقيق بالتدريج، وأنا هعمل النهاردة نص كيلو من الدقيق، ما يعادل 4 كوبايات كبار من الدقيق. هنخل بقى الدقيق كله كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وهبدأ بقى أضيف عليه بقية المكونات اللي عندنا. عندي نص معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهشغل بقى العجان على درجة هادية، وعشان كده أقلب المكونات كلها مع بعضها في الأول. هبدأ بقى أضيف مية بالتدريج، هضيف كده معلقتين من المية الدافية. وهنا نص كيلو الدقيق خد مني كوباية وربع من المية الدافية. ضفت كمان معلقة كبيرة من الخل، وهضيف حوالي 3 معالق كبار من الزيت بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده. ضفنا كده الزيت وعلينا بقى درجة العجان وشغلناه حوالي 5 دقايق، علشان ناخد العجينة اللي انتوا شايفينها في ايدي دي. عجينة طرية ولينة وبتلزق كده في الايد تلزيقة بسيطة. دهنت البولة زيت ورجعت فيها تاني العجينة، وهغطيها بقى واسيبها علشان تخمر على راحتها خالص. خلاص كده غطينا العجينه بتاعتنا، هنسيبها بقى في مكان لغايه ما تخمر. وهنا خلاص كانت العجينه بتاعتنا خمرت، شايفين ما شاء الله خمرت وتضاعف حجمها. هبدا بقى اخرج منها الهواء، وهرش كده قدامي رشه من الدقيق، وهبدا بقى اخد كور صغيره على قد حجم الرغيف اللي انا عايزه اعمله بالشكل ده. انتوا هنا بقى هتتحكموا في حجم الرغيف اللي انتوا عايزين تعملوه. عايزين تعملوه صغير طبعا هتاخدوا كوره صغيره، او عايزين تعملوه متوسط زي ما انا عملته كده هتاخدوا كوره بالحجم اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. عملت كل الكمية بتاعتي، وطبعا غطيت وشهم كده علشان وشهم ما ينشفش. وهرش تاني رشة كده من الدقيق قدامي، وهبدأ بقى اخد كورة، اول كورة انا عملتها، وهبدأ كده افردها على شكل دايرة. شايفين بمنتهى السهولة وبمنتهى البساطة. جبت بقى صينية ورشيت عليها رشة كده من الدقيق، وبدأت افرد عليها العيش اللي انا عملته. هنعمل العيش كله بنفس الطريقة، هفرده كده على شكل دايرة وبنفس الطريقة اللي احنا بنعملها كده مع بعض. هسيب بقى العيش بتاعي ده متغطي كده في الصينيه، وهسيبه بقى يخمر خالص. وتعالوا بينا بقى بعد ما العيش خمر هنجيب طاسه هنحطها على النار من غير اي مواد دهنيه، وهبدا كده انزل بالرغيف جوه الطاسه. طبعا عندنا النار هنا اقل من المتوسطه. اول ما العيش هيبدا ينتفخ كده معايا في الطاسه هقلبه بقى على الناحيه التانية، لانه بياخد لون بسرعه فممكن يتحرق معانا. بصوا بقى يا جماعه هيبدا ينتفخ ازاي في الطاسه. شايفين بدا يرتفع معانا اهو. وريحته بقى مش قادره اقول لكم ريحته كانت حلوه قد ايه. ريحه الخبيز كده في البيت بجد يا جماعه جميله، حلوه جدا. شايفين بدأنا اهو نقلبه على الناحيه التانية علشان بياخد لون بسرعه جدا. شايفين بقى الرغيف معانا، شايفين منتفخ وحلو ازاي، بجد جميل. بصوا بقى الجمال اللي قدامنا. تعالوا نعمل رغيف تاني بنفس الطريقه. حطينا برضو العيش كده في الطاسه، واول ما هيبدا يعلى معانا كده في الطاسه ويرتفع هنقلبه طبعا على الناحيه التانية، علشان زي ما قلت لكم بيتحرق معانا على طول. بصوا بقى الجمال، شايفين الرغيف هيبدا يعلى معانا ازاي. اول بقى ما هيبدا يعلى كده هنقوم قلبينه على طول على الناحيه التانية. بصوا يا جماعه لونه حلو ازاي، بجد خطير. عملنا بقى كل العيش بتاعنا بنفس الطريقه كده زي ما احنا شايفين مع بعض، ونحاول على قد ما نقدر نخلي النار بتاعتنا هاديه. خلصنا العيش كله وطلع بقى قدامنا بالجمال اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض. شايفين بقى العيش، بصوا ما شاء الله العيش بتاعنا عامل ازاي، بجد حلو جدا، ريحته جميله وطعمه كمان في منتهى الجمال. وعملناه بشويه ميه ودقيق وطلع قدامنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بجد الرغيف معايا كان عامل زي القطنه. يلا جربوه واعملوه للولاد، وان شاء الله الطريقه سهله وبسيطه وهتعجبكم.